ولد أحمد زكي 1946 في مدينة الزقازيق، وكان الابن الوحيد لأبيه الذي توفى بعد ولادته. تزوجت أمه بعد وفاة زوجها، وعاش أحمد مع جده. ظهرت موهبة التمثيل عليه وهو في مدرسة الصنايع، وكان بيشجعه على التمثيل ناظر المدرسة. وفي حفلة المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين، وشافوا أحمد زكي ونصحوه إنه يدخل معهد الفنون المسرحية. وفعلا خلص المدرسة ودخل المعهد، وهو في المعهد شارك في مسرحية هلو شلبي، واتخرج من المعهد وكان الأول على دفعته. عمل في المسرح مسرحيات ناجحة جماهيريا زي مدرسة المشاغبين وأولادنا في لندن والعيال كبرت. وفي التلفزيون لمع في مسلسل الأيام، ومسلسل هو وهي، وفيلم أنا لا أكذب ولكني أتجمل، وغيرهم من العديد من الأفلام التي حصل منها على جوائز عديدة. تزوج من الممثلة الراحلة هالة فؤاد، وأنجب منها ابنه الوحيد هيثم الذي توفى في عام 2019. وكان أول ظهور لأحمد زكي في مسرحية حمادة ومها أثناء دراسته في المعهد، وكان بيقلد الفنان محمود المليجي. وكان أول ظهور له على شاشة السينما في فيلم ولدي عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي، وكان أول دور بطولة مطلقة أمام سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي. وقدم بعدها العديد من الأفلام البارزة، ويعتبر أحمد زكي ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري. توفى أحمد زكي 2005 بعد صراع طويل مع المرض، وكان في الفترة دي بيصور فيلم حليم، وللأسف مكملش الفيلم، وتم عرض الفيلم بعد وفاته 2006.